ها يا حلوين، وحشتوني كتير كتير كتير. النهاردة هعمل معاكم رز بلبن بس بطعم يجنن، وهقول لكم كمان ازاي الوش من فوق هتلاقوه مكرمش، كرمشة اللي كله بيسأل عليها. ممكن تاكليه سادة بالكرمشة، وممكن تحطي عليه مكسرات اي نوع انتي بتحبي. المقادير والمكونات كلها هتلاقوها تحت الفيديو في صندوق الوصف. يلا بينا ندخل على الفيديو على طول. اول حاجة هجيب حلة، وهكون غسله الرز كويس جدا، وهبدأ احطه في الحلة وهنسويه سوا كامل عادي جدا. هنحط عليه مية تغطيه واسيبه لحد ما يشرب المية بتاعته، وامسك الحباية الاقيها خلاص اضغط عليها والاقيها معايا بتتهرس فيه ما بين صوابعي عادي، يبقى كده تمام. هبدأ اسيبه لحد ما يستوي، وعلى طول في حلة تانية هحط اللبن. كمية اللبن اللي معانا المقادير كلها تحت الفيديو هتلاقوها. احط السكر واحط اللبن واسيبهم يغلوا على نار ومع التقليب عشان السكر يدوب في اللبن. وبعد كده اول ما بدأ السكر يدوب خالص واختفى، حطيت، انا بحب قوي جوه الرز بلبن يكون جوز الهند يكون معاها كده دايب، بيكون ليه طعم بجد مختلف. حاولوا يا جماعه تمشوا بنفس الطريقه اللي انا عاملاها عشان تعرفوا انا قصدي ايه، وتعرفوا ان طعمه فعلا مختلف. مش هتبطلوا تعملوه غير بالطريقه دي. اول ما اللبن بتاعي سخن والسكر خلاص كله داب، انا بحب قوي 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 طعم المستكه الاصلي. بحب طعمها جدا 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 في الرز بلبن، بتدي حاجه كده نكهه جميله خفيفه من بعيد، حاجه كده جميله. بحط نقطه سمنه صغيره، نقطه جدا، واحط عليها قطعه المستكه واحطها على نار لحد بس ما تدوب، لان ما ينفعش تحطيها مره واحده. اول ما دابت حطيتها على اللبن وقلبته كويس جدا. وبعد كده جبت الرز بتاعي بعد ما استوى، مش معجن يا جماعه، بيطلع حبايه بحبايه. بس اول ما يستوي هقوم منزلاه في الرز، هقوم منزله الرز على اللبن. وكمان بحب اضيف له القشطه، دي بقى السر اللي بيخلي فعلا الوش مكرمش يا جماعه. القشطه قشطه بلدي، مش القشطه العلب، دي القشطه البلدي اللي هي بتكون وش اللبن. احطها مع الرز واللبن وهفضل اقلب لحد ما تدوب خالص. وكمان بحط رشة فانيليا، ممكن تستخدمي الفانيليا السايلة او الفانيليا الحبوب. وكمان دوبت شوية لبن ساقع مع كمية النشا وقلبتهم مع بعض في الكوباية، وبعد كده ضفتهم على اللبن. هنهدي النار وهنبدأ نقلب جدا على نار هادية، ونجيب كل اللي تحت يعني كل الجوانب كل حاجة عشان ما يتحرقش معانا، على نار هادية لحد ما يكون سمكه تقيل زي ما انتم شايفين كده. وابدأ احط في الاطباق وهو لسه سخن، اوزعه في الاطباق اللي انا عايزاها. بصوا سمكه يا جماعه وشكله بجد وريحته بجد رهيبه رهيبه رهيبه، لازم تجربوه بالطريقه دي، والمقادير مظبوطه جدا هتلاقوها تحت الفيديو بالظبط. انا حطيت الكميه كلها في الاطباق، وهبدا احط عليها المكسرات. انا بسيب اطباق ساده واطباق بمكسرات، وحسب يعني كل واحد بيحب حاجه بعملها، فانتي وذوقي، كل واحد وذوقه. رشيت عليهم جوز الهند، وهبدا احط زبيب، وفي اطباق هحط عليها فستق. بحب كمان نكهته قوي بالفستق، انتي حطي اللي انتي حباه. بس كده، وهسيبه يهدى شويه، حاجه بسيطه. وبعد كده على طول بستريتش، يعني يهدى كده، واغطيه بستريتش اللي هو الاسترتش بتاع التلاجة برضو، وعلى التلاجة على طول. هتاكلي احلى واطعم بجد رز بلبن في حياتك، بجد رهيب. الطريقه دي تحفه، والمستكه مدياله طعم يجنن، كل اللي بياكلوا عندي بيتجنن عليه. اعمليه بالطريقه دي وهتتبسطي منه جدا. بس كده، يا رب يكون فيديو خفيف عليكم وتحبوه، وان شاء الله الطعم يعجبكم جدا. استنوني في وصفه جديده وفيديو جديد. اشوفكم على خير، ما تنسوش لايك وشير على قد ما تقدروا. يلا باي.